إذاعة القرآن. حضرتك الجاكيت ده مين الولد اللي واقف بره ده؟ لا ده جوافه، بقول لك يا جوافه امشي من هنا. ماشي معلش. ليه يا عم عملت كده؟ ناديه يا باشا بص بهدل لي الازاز، وبعدين ده جوافه هتعمل بيه ايه؟ عديني يا جوافه، تعالى يا جوافه. معلش انا عارف اني بهدلت الازاز، هاجي امسحه. لا ازاز ايه؟ تعالى بس تعالى. هيعوز ايه من جوافه ده؟ انا مش عايز حاجه، بس انا نفسي البس طقم زي ده زي اي حد في سني. على اخر الزمن جوافه بقى زبون. هو حضرتك ليك ايه؟ انا ليا الفلوس. حلو جوافه بيه، خد الكارت ده، شوف اللي انت عايزه في المكان ده كله، وفي الاخر حاسب بالفيزا. اللي انت عايزه يا جوافه بيه. هو في منه ميديم؟ وكمان بتنطق انجليزي؟ هو انت ليه بتعاملني كده؟ على فكره انا متعلم خريج من ابتدائيه، بس الظروف هي اللي حطتني في حته زي دي. يا عم انت هتحكي لي قصه حياتك، بص ده غالي، مش انت معاك الكارت؟ الله، النظافه طلعت حلوه قوي، شكرا بجد. والله مهما لبست برضه جوافه. هات الكارت يلا. والله انت اللي سماك جوافه ده ظلمك، المفروض يسموك افوكاتو. اتفضل الكارت، انا سحبت الحساب، ربنا يجعله في ميزان حسنات. رجع الكارت لجوافه. اتفضل يا جوافه بيه. دلوقتي بقيت بتقول لي بيه علشان الفلوس، يعني غيرت مبادئ. لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا.